السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهاردة جايبه لكم طريقة مكرونة. بص، هي عادية جدا دي طبعا للميزانية وكده. انا طبعا بتسلقي المكرونة عادي جدا جدا. هي كل حاجة انك بتسخني المية وتحطي لها ملح وتحطي التوابل اللي انت بتحبيها. انا طبعا حطيت كركم، حطيت زعتر، حطيت شعرة قرفة. تمام. دلوقتي هعمل طريقة الصلصة. طبعا بصي هي طالعة مفلفلة، الاسباجيتي ما تسويهاش قوي، دي حاجة تعرفيها. انا هستعمل صلصة عادية، مش صلصة طماطم. دي قها، دي عاملة 15 جنيه في السوق. كل اللي هعمله، بص يا بنات، انا كل حاجة انا هحطها زيت وبعد كده في الحلة. ثواني. بصوا، انا كده هحط زيت طبعا. الحاجات البسيطة دي انا سلقت فيها المكرونه وسبتها على النار. قلت اجيب الموبايل عشان اصور لكم. اتحرقت الحته دي بس ولا يهمني. بصوا انا حطيت زيت. انا بحب المكرونه بتلمع فبحط لها زيت مش قليل. تمام. الصلصه اهي، بحطها كده. تمام. طبعا بحط لها حبه ميه. تمام. بس يا بنات انا حطيت ميه. طبعا بيبقى فاضي صلصه وكده بتحط لها حبه ميه. تمام. بص يا بنات، انا بقى هعمل ايه. هحط طبعا، حطيت الصلصه. هحط بصوا شعرة اللي هي توابل اللحمه. تمام. بحط جنزبيل. كل الحاجات دي بتحلي، خلي بالكم. هحط بصوا معلقه سكر. معلقه سكر. شعرة قرفة، اوعي تكتري في القرفة عشان متديش طعم مش حلو. اهي. كركم. بصوا شعرة قد ايه في الكركم. زعتر. ماشي. هحط طبعا الملح. هحط الملح دلوقتي اهو. الملح طبعا على حسب ما انت تحبي الكميه، تحبيه حادق تحبيه اللي يعجبك. تمام اهو. ملح كده. تمام كده. ايه، هحط شعرة خل. هحط طبعا شعرة خل. تمام. شعرة صغيرة كده. وابدا بقى ايه، ابدا اقلب كده يا بنات. وكده ايه، لسه شويه او تتقل يعني شويه. مش عايزاها تتقل قوي. تمام. انا عايزاها تتقل بسيط. تمام. ونبدا بقى نحط المكرونه فيها. دي عمايل المكرونه. يعني خلص بس تتقل شويه واوريكم شكل المكرونه بعد ما احطها فيها. بصوا يا بنات، بصوا شكل الصلصه ما تبقاش تقيله قوي. تمام. فانا هعمل ايه، هحط المكرونه. طبعا هطفي عليها عشان المكرونه ما تتهرش. ماشي. واحط المكرونه كده واقلب. عايش. اقلب كده. ماشي. واحط تاني. بصوا كمان المكرونه يا ولاد. ولا الريحه يا بنات، واو واو واو، ريحه رهيبه بجد. انا مش عايزه اقول لكم قد ايه الريحه، والله جميله جدا جدا جدا. بصوا وانا بقلب الصلصه، بصوا تقيله ازاي. بصوا هو ده بقى اللي انا ايه، تحمريها. بصوا بتحمرها ازاي. بصوا. طبعا هحط المكرونه كلها واوريها لكم. بصوا بقى حمرانها يا ولاد. بصوا يا بنات، انا طبعا ولا حطيت باربيكيا. انا مش بحط باربيكيا في كل حاجه، هي الصلصه مش محتاجه باربيكيا، ولو حطيتي باربيكيا بتحمرها اكتر. إيه، انا ما حطيتش فلفل اسمر بس صراحه عشان مش عندي دلوقتي فلفل اسمر. تمام. وانا حطيت كمون. والحاجات دي كلها تدي طعم رائع للمكرونه. هي في توابل جاهزه للمكرونه بس هي كلها هي اللي احنا عندنا، انا جبتها برضو. هي إيه، عايزه تحطي بقى، بس انا عشان عندي مش بيحبوا الموضوع ده. لو عايزه تحطي توم باودر او بصل باودر او توم نفسه.
حطي، بس انا مش بيحبوا. انا كل اللي بعملها بعمل لهم دقه بره، دي عباره عن توم بحمره شويه بحبه كمون، وبعد كده بحط ايه التوابل. هنزل لكم فيديو مره على التوم التحديقه او التتبيله بتاعتها. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.